ازاي بتردي عليا؟ ممنوع تردي عليا كل كلمه بقولها. مين علمك الوقاحه دي؟ دي قصة واحدة صاحبتي قالت لي أنا كبرت وأنا ساكتة زي التمثال. قالت لي أنا طول عمري اتربيت على إن السؤال وقاحة والرد قلة أدب، وإن أحسن حاجة الواحد يعملها إنه يسكت. كنت عايزة أفهم ليه قرار ده؟ ليه الحاجة دي ممنوعة؟ ليه لازم أعمل كده؟ كان عندي أسئلة كتير وأفكار، كان نفسي أتكلم، بس كل ما كنت أحاول أفهم أو أسأل كانت دايما الردود أنت عايزة تردي؟ انت بتناقشيني؟ انا مش هفاوضك، اللي اقوله يتعمل. فالرساله اللي وصلت لي يعني من الاخر، رايك مش مهم، انك تسالي يبقى انت مش محترمه، احسن حاجه تسكتي. فاتعلمت اسكت، اتعلمت اكتم جوايا، اتعلمت ان علاقتي باهلي مبنيه على الخوف مش على الثقه. كبرت وبقيت وقلت انا مش هعمل كده مع ولادي، انا هسمعهم وهفهمهم وهحترم ارائهم. لحد ما ابني المراهق سالني في يوم بس ليه يا ماما؟ انا عايزه افهم. زعقت له وقلت له عايز ترد عليا؟ انا قلت كده وخلاص. لحظتها حسيت بصدمه، انا بقول نفس الكلام اللي كان بيكسرني، انا بخلق نفس الخوف اللي كنت بحس بيه. ودلوقتي ابني ما بقاش بيكلمني، مش لانه مقتنع بكلامي، لانه خايف مني. بقى يكذب، يخبي حاجات، يروح يسأل اي حد غيري، لانه مش حاسس ان يقدر يجي يتكلم معايا. ودي مش قصتها بس، دي قصتنا كلنا كبرنا في بيوت او معظمنا التواصل فيه قائم على الاوامر مش الحوار، الخوف مش الاحترام، السيطرة مش الثقة. ودلوقتي بننقل نفس الباترنز دي لولادنا من غير ما نحس. في فرق كبير بين الاحترام والخوف. الاحترام ابنك بيسمع كلامك لانه بيثق في حكمتك. الخوف ابنك بيسكت عشان خايف من رد فعلك. الاحترام بيبني علاقة قوية، الخوف بيخلق مسافة وكذب. التواصل القائم على الخوف بيخلق أطفال ما بيعرفوش يعبروا عن نفسهم، خايفين يغلطوا فبيكذبوا، مش واثقين من نفسهم ولا في آرائهم، ما عندهمش مهارات في الحوار ولا التفاوض، وبيبعدوا عننا أول ما بيكبروا. في الكوميونتي بتاعتنا نقدر نتكلم على الصدمات اللي مرينا بيها في مساحة آمنة، بنتعلم مع بعض، بنساند بعض. وده جزء من الأجزاء اللي بنتكلم فيها على الجنريشنال تروما، ولسه في أجزاء تانية جاية بنتكلم فيها على الباترنز اللي بنكررها من غير ما بناخد بالنا. عايزه تكسري الدايره دي؟ عايزه تبني علاقه قويه مع ولادك مبنيه على الثقه مش الخوف؟ اكتبي لي تحت كلمه كوميونتي وتعالي انضمي للعيله بتاعتنا.